ياه! أخيرًا بيدرو باسكال عمل فيلم يعلّمنا فيه إزاي نشقط. With a salary over 500 grand, Always Mr. Right. you deliver. You're the matchmaker. You want a drink? أهلًا وسهلًا بيكم في حلقة جديدة والكلام في الأفلام، والنهارده معانا فيلم The Materialists بطولة داكوتا جونسون وكريس إيفنز والقدير دائمًا وأبدًا بيدرو باسكال. Are you single? I'm a matchmaker. Give me a call if you want to meet somebody. الفيلم بيتكلم عن داكوتا جونسون اللي بتقوم بدور متعهدة زواج أو خاطبة أو تندر، شوف هتسميها إزاي، المهم إن هي بتوفّق راسين في الحلال، فهي بتحب كريس إيفنز الفقير المُعدم اللي ما حلتوش حاجة، وفي نفس الوقت بتحب بيدرو باسكال اللي معاه فلوس، اللي معاه كل حاجة، وهنا بتبدأ الكثير والكثير من المغامرات. Coke and beer. Hey, buddy. Hi, John. الفيلم فيه حاجات كتير أوي حلوة تصل لحد العبقرية، خصوصًا في النُص الأول بتاعه. I'm very good at my job anymore. We promised them love, but the math doesn't add up. الفيلم بيتكلم بشكل حلو جدًا عن فكرة المادية اللي إحنا وصلنا لها، وقد إيه إحنا بقينا شايفين الارتباط والجواز والحاجات دي بشكل أو بآخر كبيعة، اللي هو إحنا عايزين مواصفات معيّنة 180 سنتي، وسيم، شعرها أشقر، مش عارف إيه، الحاجات دي تمام، بكل تفاصيلها متكلمين عنها في الفيلم بلا أي حرج، بكل دناءة ممكن حد يستخدمها بفيلم، فالحتة دي كانت حلوة جدًا بالنسبة لي. I deserve someone who fulfills all of my criteria. Nothing over 20 BMI. I don't want someone who likes cats. I'm trying to settle. I promise you're going to marry the love of your life. فكرة إنك أنت بتحكي لي قصة 3 شخصيات، ال3 شخصيات قصتهم حلوة، ال3 شخصيات مبنيين حلو جدًا، ال3 شخصيات مثيرين للاهتمام وعايز تعرف أكتر عنهم. العالم بتاع الفيلم ممتع جدًا، رغم إن الناس ممكن تشوف فكرة إن العالم ممتع أو مش ممتع دي حاجة عادية، ولكن أنا بالنسبة لي العالم بتاع الفيلم حلو فأنا ارتبطت بيه. العالم بتاع الفيلم وِحِش، حتى لو الفيلم معمول حلو وكل الكلام ده، أنا ما ارتبطتش بالفيلم. فالعالم في الفيلم ده مثير للاهتمام جدًا. Definitely didn't expect to run into you tonight. I missed you. You don't even remember my face. أخيرًا التمثيل جامد جدًا من ال3 روشين، ال3 عاملين شخصيات مثيرة للاهتمام، ال3 عاملين تمثيل حلو جدًا، فالفيلم ممتع جدًا خاصةً في نُصّه الأول. نيجي بقى للسلبيات والنُص التاني، وابتدى الانهيار. مطعم جوستو انحدر وبقى 4 نجوم بس بعد تقرير قاسي كتبوا النُص التاني أنت ابتديت بعد ما كنت بنيت شخصية بيدرو باسكال عبقرية شخصية حلوة جدًا وفيها كل الإيجابيات ومش عارف إيه، وغني، عايز بقى تخلّيها تروح للفقير، فتعمل إيه، تحاول تبيّن عيوب في بيدرو باسكال. الحقيقة إنك أنت فشلت فشل. يعني يا صاحبي أنت حاولت تخلّيه بعد ما كان فاهمها وعامل كل الكلام ده، إن هو فاهمها عقليًا مش فاهمها مشاعريًا ومش عارف إيه. You can do better than me. My instincts are usually right. الحقيقة الكلام ده مش مقنع، لأنك أنت لو عارف تصرفاتها عقليًا ممكن تدرك هي زعلانة والّا لأ، أي روبوت ممكن يبقى قدامه حد ممكن يدرك هو زعلان والّا لأ، خصوصًا إن هو عارفه أوي كده نفسيًا وعقليًا وكل الحاجات دي، هي عاطفيًا بس اللي مش فاهمها فيها. Not gonna marry him, are you? Why not? Because he's good looking and rich. Probably doesn't have roommates. Is that my charger? الجانب التاني الفكرة اللي جابت داكوتا جونسون تروما من فكرة شغلانتها وكل الكلام ده، أنا مش متعاطف مع الفكرة دي إطلاقًا، لإني مش شايف إن شغلانتها هي الغلط، هي اللي تسببت في الكارثة. اللي شاف الفيلم ممكن يبقى فاهم أنا باقول إيه، اللي مش شافش الفيلم الحقيقة مش هيبقى فاهم أي حاجة لحد ما يشوف الفيلم. في plot المفروض بيحصل إن في حاجة بتحصل بتكرهها في شغلانتها، هي حست بالذنب بقى وحست إن هي السبب وكل الكلام ده، فالكلام ده مش منطقي لإن مش هي السبب كأي منطق في الدنيا. التروما دي كلها مش هتبقى مأثّرة معاك كمشاهد في أي حاجة. Why does anyone even get married? حاجة تانية فكرة إنك أنت قعدت كتبت لي حوالي 10 دقايق تشتم في الجواز وقد إيه ده منظمة فاشلة وقد إيه مش عارف إيه وقد إيه مش عارف إيه، يالّا بقى هنتجوز. يا صاحبي ما بتتعملش كده. لازم زي ما قُلت لي عيوب في الجواز تقول لي مميزات عشان كده أنت اقتنعت. When I see your face, I see wrinkles and children that look like you. So where does that leave us? What are you thinking about? I don't think. حاجة اسمها أنا محتاج أشرح لك العيوب من كتر ما هي مش واضحة، بس المميزات من كتر ما هي واضحة مش محتاج أشرحها لك. يا صاحبي إحنا هنهزر، دي المميزات اللي مش واضحة، دي المميزات اللي المفروض تشرحها. أنت قعدت جبت للناس تروما من الجواز، قعدت ربع ساعة تشرح في سلبيات الجواز وبعد كده اتجوزوا عادي. طب ليه ما بتشويق وزن يا صاحبي؟ Because they're lonely.
they're hopeful. الجانب الخامس، أنت عندك داكوتا جونسون شخصية توكسيك في الفيلم ده لأبعد الحدود، والكل بيحبها والكل متصالح معاها ومش عارف إيه. دي أدِّت كريس إيفنز محاضرة برضه من محاضرات الفيلم العبقرية، مدتها يعني لا تتجاوز ربع ساعة، بتقول له قد إيه هي بتكرهه عشان هو فقير، وعشان مش هيعرف يحقق لها اللي هي بتتمناه، وبعد كده اتجوزته برضه. هو إحنا مش محتاجين نعرف الحاجات، هي الحاجات دي implied، ولكن فكرة إن هي بتكرهه عشان هو فقير دي مش implied، دي الحاجة اللي محتاجين نشرح فيها، وسلبيات الجواز محتاجين نشرح فيها. يعني أنت بتشرح لي السلبي وسايب لي الإيجابي. My bed. تصرفاتها ما بقتش منطقية لإنك أنت ما بنتهاش اللي هو بُص أنا باكرهك عشان أنت فقير ومش عارف إيه، بس أنا باحبك فهاتجوزك يعني إيه؟ يعني إيه والمصحف؟ فالمهم الجانب ده عبثي كله، 5 دقايق ونلم الإبداع اللي حصل في الآخر ده. Lucy M., the Eternal Bachelorette. فكرة كمان أنا باشوفها تقريبًا أنا الوحيد اللي في الحياة اللي بياخد باله من الحاجة دي. يا جدعان ما فيش حاجة اسمها كل الناس حلوة وكل الناس صح وما فيش حاجة غلط ومش عارف إيه، والفكرة إن نتقبّل كل الآراء ومش عارف، ده الكلام ده مش في الأفلام. يعني الكلام ده اللي بيقوله في فيلم بيبقى مش عارف يبني وجهة نظر في الفيلم ده، بس هو عايز يداري. لازم تطرح لي وجهة نظرك أنت، حتى لو هتجيب أفكار كتير وفي الآخر تبين وجهة نظرك أنت، بس أنت مقدّم فيلم عشان تورّينا وجهة نظرك فاهم والّا إيه؟ I'm turning 48 and I think I need to meet someone more grown. I have a really beautiful client. She's 31. I wasn't really thinking 30s. المهم الفيلم بشكل عام ممتع، ويعني يمكن يرجّع الأفلام الرومانسية، بعيدًا عن إن أنا ما باحبش أفلام مثلثات الحب، ولكن الفيلم ده عشان الأستاذ بيدرو باسكال فتمام، وعشان داكوتا جونسون برضه الله أكبر. المهم انتظروا فيديو إزاي تشقط على طريقة بيدرو باسكال. فبس كده، لو عجبك الكلام اشترك في القناة، دوس لايك، اكتب لنا رأيك في الفيلم، اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، فِر في الفيديوهات القديمة يمكن حاجة تعجبك. سلام.